تقدموا إخوة الإيمان، تقدموا يرحمني ويرحمكم الله. ولا يتكئن على القائم أو السواري إلا مريض أو كبير سن، يرحمكم الله. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتباء إلى الحائض يوم الجمعة فإنه مدعاة للنوم والنعاس. تقدموا يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونتوكل عليه. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والحمد، وكلنا لك عبد. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد ربي عند الرضا، ولك الحمد ونحن ببابك نتطلب رضاك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد ربي، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قدوس السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. لك الحمد حمدا كثيرا ربنا، أوجدتنا من عدم ورعيتنا ونحن ضعافا حتى اشتد ساعدنا، فاللهم لك الحمد. واخترت لنا خير الأديان وأرسلت لنا خير البشر، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله، أوصي نفسي المذنبة المقصرة وإياكم بوصية الأنبياء والمرسلين جميعا، ألا وهي وصية التقوى. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف ونسألك الغنى، ونصلي صلاة جلال ونسلم سلام جمال على إمام الهدى وسفينة النجاة محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدنانا منك موضعا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: أدناكم مني موضعا يوم القيامة أشدكم حبا لي. سأل الصحابي قال: ومن أشدنا حبا لك يا رسول الله؟ قال: أكثركم صلاة وتسليما عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد، واجعله لنا شافعا في غدي. إني علمت أنك منعم متفضل، إني دعوتك فاستجب لي سيدي. وقفنا في الجمعة الماضية إخوة الإيمان وقفة مع نعم الله تعالى ومع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين كيف تعاملوا مع نعم الله. ورأينا أعظم نعمة إخوة الإيمان هي نعمة حمد الله تعالى وشكره، وكيف أن الله تعالى من فضله عليك أن يوفقك لأن تعرف نعمه عليك. وقفنا في الجمعة الماضية إخوة الإيمان ورأينا كيف أن الواحد فينا يتمرغ في نعم الله تعالى، وقد قال جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. نعمة الله علينا لا تعد، من نعم الإيجاد أن أوجدنا ولم نكن شيئا مذكورا، إلى نعم الإمداد أن أمدنا بالصحة والعافية، وأن أمدنا بالذرية،
وأمدنا بالمال وأمدنا بالرزق وأمدنا بخير الأديان دين الإسلام، وأرسل لنا خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. نعم كثيرة إخوة الإيمان. رأينا في الجمعة الماضية أن الذي لا يشكر نعم الله تعالى ستتحول عنه لا محالة. ورأينا أن الشيطان عليه لعنة الله قد عاهد الله تعالى لما عصاه قال: ولا تجدن أكثرهم شاكرين. أي الذين يتبعون الشيطان لا يشكرون الله تعالى، يرون النعمة ولكن يجحدونها، يتشوفون في نعم هي بعيدة عنهم وليست في قضاء الله تعالى لهم. ووقفنا إخوة الإيمان أن لنعم الله أجنحة، وأن مقصها مقص الشكر، والذي لم يشكر نعم الله تعالى تحولت عنه، ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه. رأينا الفرق بين الحمد وبين الشكر، وأن الحمد إخوة الإيمان هو لهج اللسان، ولأمر ما أراد رب العزة جل جلاله أن نبدأ صلاتنا ولا تقبل صلاتنا إن لم نصلي بسورة الفاتحة التي تبدأ بأول حمد وثناء على الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. نكررها 17 مرة في اليوم والليلة في 17 ركعة مفروضة علينا من دون النوافل. نحمد الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ورأينا أن الحمد هو لهج اللسان، ورأينا أن الشكر هو الفعل. وأما بنعمة ربك فحدث. قال أهل العلم: أي أحدث. إذا أعطاك نعمة العلم فشكر نعمة العلم عمل الجوارح بهذا العلم وتعليمها للناس. وإذا أعطاك المال فشكر نعمة المال أن تنفقه في أوجه الخير وألا تمنعه على محروم. وإذا أعطاك الجاه فمن شكر الجاه أن تبذل من جاهك للناس وتيسر لهم أمورهم. كل هذا من شكر الله تعالى. المؤمن إخوة الإيمان إذا لهج الحمد وإذا عمل بحياته، عمل بشكره في حياته لهذه النعمة، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا تفانيت في شكر نعم الله فإن الله تعالى سيسبل على قلبك ستارا من الرضا. حديثنا اليوم إخوة الإيمان على طمأنينة القلب وعلى سكينة الجوارح، على نعمة عظيمة هي أحد ثمار حمد الله تعالى وشكره، هي نعمة الرضا إخوة الإيمان. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك هذا الفوز، أن تعيش في رضا تام عما قضاه الله فيك، وأن تعيش في رضا مع خلق الله تعالى. وعكس الرضا إخوة الإيمان هو السخط وهو الجحود وهو الجزع، أن يعيش الإنسان في جزع دائم وخوف دائم وانتقاد وشكوى من الله تعالى ومن قضائه فيه. كيف يدخل الرضا قلبك أخي المؤمن؟ اختلف أهل العلم من أهل العراق ومن أهل خراسان: هل الرضا حال يصل إليه المرء أم أنه منة من الله تعالى يهبها من يحب من عباده؟ روي في الخبر أن جبريل عليه السلام جاء إلى الحبيب المصطفى، صلوا على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحزم متاعه للهجرة هو وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: يا محمد، صلوا على رسول الله، السلام يبلغك السلام. ويقول لك: أخبر أبا بكر أنا قد رضينا عنه. الله أكبر. فهل رضيت عنا؟ سمع أبو بكر هذا الحديث فبكى بكاء شديدا. قال: كيف لا أرضى عنك وأنت رب العالمين؟ رضاك عن الله أخي المؤمن
هو عربون رضا الله عليك. وإذا أردت أن تنال رضا الله تعالى في هذه الحياة فارضى بما أجرى الله عليك في هذه الحياة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضا حالة نفسية تنتاب كل مؤمن صالح عرف نعم الله تعالى ولم يجحدها، ونظر إلى خلائق الله تعالى بعين الرحمة وبعين الشفقة. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينظرون في أمور الدنيا لمن هو أدنى منهم حتى ينتابهم الرضا، وينظرون في أمور الآخرة لمن هو أرفع منهم حتى يجتهدوا في دين الله تعالى. إذا أردت أن تنال من الرضا قسطا أخي المؤمن فعليك أن تنظر لأهل البلاء في هذه الحياة. انظر لأهل البلاء في هذه الحياة، من ابتلوا في صحتهم، وابتلوا في أولادهم، وابتلوا في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أموالهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي قلوبهم. وانظر إلى هذه النعم الجمة التي تعيش وتغرق فيها وأنت أحيانا لا تلقي لها بال. أول خطوات الرضا أخي المؤمن أنك إذا عرفت نعم الله التي أسبلها عليك من نعم الدنيا ومن نعم الدين تحمد الله تعالى وتنظر إلى الناس المحرومين بعين الرفق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمدوا الله على النعمة وارحموا أهل البلاء. المؤمن راض عن الله تعالى في كل ما قضى له، في كل ما قضى له، ولا ينتظر أزيد من ذلك. وعين رضاك أخي المؤمن عليك أن توقن أن الله الذي أوجدك من لا شيء، وأن الله تعالى يعلم كل ذرة فيك مذ كنت مضغة في رحم أمك إلى أن أخرجك إلى الأرض وإلى أن مرت عليك السنين، ولك ثقة كاملة أن قضاء الله فيك عدل. روي في الخبر أن المرء إذا كان في فراش الموت وفي سكرات الموت، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، وجاءه ملك الموت، روي في الخبر أنه يصور له صورا عدة: أنت فلان ابن فلان وفلانة، ولدت في الأرض الفلانية، ونلت من المال ومن العلم كذا وكذا، وهاجرت وسافرت، وانتهى بك الأمر هنا. وكان في علم الله وقدره أن تكون من والدين آخرين، وأن يكتب لك كذا وكذا، وأن يكتب لك كذا وكذا، فيصور الله تعالى بين يدي الإنسان قبل أن يغادر الحياة كل الخيارات التي كان قد يعيشها في هذه الحياة، ويسأله ملك الموت: اختر ما شئت من هذا لو كان لك الخيار، فيقول: الخير فيما اختاره الله. الله سبحانه وتعالى هو اختار حياتك وأوجدك من عدم، وأوجدك في أرض دون أرض، وعرفك بناس دون ناس، ورزقك رزقا دون رزق، وهو عالم بحالك. الرضا بالرزق إخوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عبادي فقير ولا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغنيته لكفر. الله أكبر. ومن عبادي غني ولا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقرته لكفر، وما ننزل إلا بقدر. الله سبحانه وتعالى يعرف نفسيتك، قد تستنفذ كل أسباب الرزق حتى تصبح مليارديرا وتشتغل وتتاجر وتهاجر وتعمل كل المتاح، ولكن حالك هو حالك، حالك هو حالك من نصيب الدنيا، وقد استنفذت كل الأسباب، فليس لك إلا الرضا بقدر الله تعالى. تواصل في أخذ الأسباب، لكن لا جزع، لا جزع ولا سخط، فقد تغنى وتغتني فتجهل على عباد الله وتبتعد عن طريق الله. ومن عبادي فقير ولا يصلحه إلا الفقر، ومن عبادي غني ولا يصلح حاله إلا الغنى، كما قال رب العزة في الحديث القدسي.
إخوة الإيمان، ملايين من البشر يعيشون سعادة عارمة وهم لا يملكون إلا القليل وقد يبيتون على الطوى ولا يملكون شيئا، ولكن ألسنتهم تلهج بحمد الله تعالى والثناء عليه. وآلاف وملايين من البشر يملكون الدنيا. قرأت الآن قبل أن أصعد إلى المنبر في صحيفة اقتصادية أن أحد الشركات الأمريكية تنال في الثانية الواحدة 10,000 دولار في كل ثانية، وعشرات المدراء منها ينتحرون من أعلى العبارات. ملايين من البشر في فقر يعيشون السعادة ويعيشون رضا الله تعالى وراضون بقدر الله، وملايين أخرى يغرقون في الملايين ويعيشون التعاسة في هذه الحياة. السر في ذلك هو الرضا على ما قسم الله تعالى في الرزق. اللهم ارض عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحب الحبيب المصطفى، وسلام الله يهدى سرمدا على الحبيب محمد ماحي الردى وعلى الآل والصحب ومن به مقتدى. الرضا بالرزق إخوة الإيمان، أن ترضى بهذا القليل أو بهذا الكثير الذي كتبه الله عليك. امرأة صالحة تداولوها الناس على الإنترنت وفي الشبكات، من بلد عربي دخلها في الشهر الواحد 50 جنيها، ما يعادل 5 يورو بعملة القوم. زارها أحد المذيعين وهي كفيفة البصر، تكاد تكون مقعدة من أطرافها المسكينة، تعيش في عشة جنب قبر في عاصمة من دولنا العربية الحزينة. دخل عليها هذا ويسألها: كيف حالك يا أماه؟ قالت: في نعمة عظيمة، خير عظيم يا ابني، عندي 50 جنيه وفضل الله علينا كثير. قال: وتكفيك هذه 50؟ 5 يورو يا جماعة، 5 يورو في الشهر. قالت: والله تكفيني وزيادة، وأعطي لأم علي مسكينة ليس لها شيء، وأعطي لفلانة. سبحان الله. قال: أو تشكين من شيء؟ قالت: الحمد لله، فضل الله علينا كثير. سبحان الله، تعيش السعادة بهذه 5 يورو. وحدثني أحد الثقات أن أحد أهل المال والأعمال من دول العرب راتبه الشهري الواحد 1,000,000 ريال، ما يقادر 200 ألف يورو أو يزيد. قال: والله لا ينهي الشهر إلا وهو يقترض من عند الناس، لا ينهي شهره. السيارات والحفلات والفساد والمجون والذراري والبركة التي سحبها الله تعالى من هذا المال الكثير وطرحها في 50 جنيه. رضاك عن الله تعالى يكثر القليل من ماله. وعشرات منا لا يشتغلون وأنهوا البارو وأنهوا البيرمي وهم في رزق الله تعالى. تجده باش الوجه ينفق في سبيل الله ويخدم الإسلام، وأولاده بخير وصحته في عافية بحمد الله تعالى، وآلاف أخرى تدخلهم الملايين ويعيشون التعاسة، لأن هذا هو نصيب الذي لا يرضى عن الله تعالى. إذا أردت أن يرضى الله عنك ارضى بما قسم الله لك في الرزق، وارضى بما قسم الله لك في الزوجة والذرية. هذه المرأة الصالحة التي عرفتها أيام الشباب وقد تغيرت الأحوال وعينك مفتوحة عن اليمين وعن الشمال، ارضى بها وارضي أنت بهذا الرجل الصالح واحمد الله تعالى عليه. روى الإمام يعقوب بن إسحاق رحمة الله عليه عن الفضل بن عيسى عن الإمام الأوزاعي حديثا عن قصة رجل صالح. قال محمد بن عبد الله: كنت في رباط مع المسلمين في الساحل، وكان رباطنا في أرض العريش في أرض مصر،
نسأل الله تعالى أن يرفع الظلم عن مصر وأن يحفظ الصالحين فيها برحمته يا أرحم الراحمين. قال فدنوت من ذلك الساحل فوجدت بطيحة لا يوجد بها أحد وفيها خيمة صغيرة سمعت فيها صوت، فدنوت من تلك الخيمة فإذا بصوت رجل يدعو الله تعالى بإلحاح ويقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أوافي به جميل نعمك وأن فضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا. قال دخلت الخيمة وهو يدعو بهذا الدعاء: اللهم أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وأنك فضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا. قال وجدت رجلا فقد أطرافه، ليس له يدان ولا رجلان، سبحان الله، وشيخ كبير فقد سمعه وفقد بصره، فدنوت منه قلت: يا هذا، من أين لك هذا الدعاء؟ أو علم أم فهم أم إلهام من الله تعالى؟ وفيما تحمد الله، على أي النعم أنت تحمد الله تعالى وأنت راض على هذه النعم؟ قال: يا هذا، والله لو أرسل الله تعالى علي الجبال فدمرتني، وأرسل علي النيران من السماء فأحرقتني، وأنزل علي البحار فأغرقتني، وأنزل علي والأرض فابتلعتني، إلا كنت حامدا لله تعالى أن أعطاني لسانا شاكرا وقلبا راضيا بقضاء الله تعالى. الله أكبر، ليس له شيء، قال: لكن عندي لسان أحمد الله به، وعندي قلب راض بقضاء الله تعالى. قال هذا الرجل الصالح: إني لي عندك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: إني لي ولد واحد يأتيني وقت كل صلاة فيوضيني ويعطيني الأكل فآكل، وإني لم ألقه، لم يأتني من 3 ليال، فاذهب فانظر. قال: فخرجت، هذا التابعي، أبحث عن الولد فإذا به ممدا ميتا بين الكتبان وقد أكلت السباع منه، فبكيت بكاء شديدا وقلت: كيف أرجع لهذا الشيخ؟ فرجعت إليه واقتربت منه وألهمني الله تعالى قصة أيوب عليه السلام. قلت: يا رجل، ألم ترى كيف كان أيوب في مصيبته؟ قال: أوجز الحديث. عرف أن هناك مصيبة وقد تعود أن يرضى بمصائب الله تعالى. قال: إني وجدت ابنك ممدا وقد أكلت منه السباع. فبكى الرجل وتقلب إلى الأرض ساجدا وشهق شهقة وقال: الحمد لله أن هذا الولد كان ولدا صالحا ولم يعصني في الله أبدا. الحمد لله الذي لم يخرج من ذريتي أناسا تحرقهم النار. الله أكبر. رباه لا يدخل النار. شوف هدف الحياة يا شباب في طبيعة، لا تلد ولدا ترتقبه النار حتى ولو نال من هذه الدنيا. ثم سجد لله تعالى وشهق شهقة فمات فيها رحمة الله عليه. قال: لبثت غير قليل فسجيته في ثوب لي وبقيت أبكي على رأسه، فدخل علي جمع من الرجال فقصصت عليهم قصته، فقالوا: بأبي وأمي دعنا نراه. فكشفوا على وجهه وأخذوا يقبلونه. قالوا: هذا هو أبو قلابة الحرمي صاحب ابن عباس وصاحب أنس بن مالك، وكان حياته مجاهدا لله تعالى منفقا في سبيل الله وطالب علم رحمة الله عليه. فقد الصحة وهو راض عن الله تعالى، وفقد سمعه وبصره، وفقد ولده، ويعيش في البطحاء حامدا لله تعالى يكرر: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. هكذا المؤمن إخوة الإيمان يعيش في جنة الرضا إذا نظر إلى النعم وعرف قيمة النعم، حتى ولو كان في عز البلاء يحمد الله تعالى ويعيش في الرضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو في السجن تحت سياط الحاكم الظالم وفي عذاب شديد، يقول: إننا في جنة، إننا في جنة
من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. الله أكبر. إن لله تعالى جنة في الدنيا هي جنة الرضا بقضاء الله تعالى. من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة. وقال ماذا يفعل عدوي بي؟ سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله أرتقي بها إلى جنات الخلد. المؤمن في رضا فيما قسم الله له دائما. وإذا أردت أن تنال رضا الله تعالى أخي المؤمن فعليك أن ترضى بما أجرى الله عليك في هذه الحياة، وأن تحمده دائما على ما أعطاك. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، أي أنك إذا رضيت عن الله أرضاك الله تعالى ورضي عنك في الدنيا ورضي عليك في الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل الرضا، اللهم اجعلنا من الذين يرضون بالقضاء، اللهم اجعلنا من الذين يرضون بالقليل في هذه الحياة. اللهم أرضنا في الدنيا وأرضنا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا انغلق الكتاب، اللهم ارحمنا إذا بكانا الأحباب، اللهم ارحمنا إذا وسلنا على الأخشاب، اللهم ارحمنا إذا عورنا التراب، اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك للحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. وإلى الترجمة بحول الله تعالى. La satisfacción es el paraíso del musulmán. En la khutbah del viernes pasado hemos tratado el tema del agradecimiento verbal y el agradecimiento con las extremidades. Hemos mencionado que Satanás prometió a Allah que hará lo imposible para alejar a sus siervos del agradecimiento y tapar las bendiciones de Allah y hacerlas desconocidas para gozar de ellas en el mismo tiempo desagradecerlas. Quien agradece a Allah y agrandece sus bendiciones entrará al paraíso de la complacencia. Dijo Ibn Taymiyyah: Allah tiene un paraíso en esta vida, quien no llega a entrar en ella no entrará en la de la otra vida. Se llama el paraíso de la complacencia. El ser se encuentra entre dos situaciones, la de la satisfacción y la del desagrado. La satisfacción es uno de los requisitos de la fe y el desagrado es un componente de la incredulidad. La satisfacción es un requisito para el acercamiento a Allah y el desagrado distancia de Allah. El acercamiento asegura la satisfacción ante Allah y cuanto más sabes, más te acercas a Allah y viceversa. La sabiduría está ligada a la satisfacción. Los sabios dijeron: la satisfacción es una recomendación confirmada sin error. Quien no le complace mi decreto, soporta mis pruebas y busque otro sustentador. Oh hermanos, de las súplicas completas del profeta sallallahu alaihi wasallam estas: oh Dios mío, soy tu siervo, hijo de tu siervo, mis asuntos están en tus manos, acepto tu juicio y es justo lo que me decretaste. Significa que uno debe aceptar a Allah y es su destino, debe aceptar a Allah y es su fe, y hay una diferencia entre la satisfacción de fe y la satisfacción del destino. La satisfacción del destino es decir que todo está en manos de Allah, la satisfacción de fe es agradecerle sus decretos. Y por eso dijo Ali que Allah esté complacido con él. La aceptación de los decretos detestados es el rango más alto en la certidumbre. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: todo lo del musulmán es un bien. Se le pasa algo malo y soporta, y es bien. Se le ocurre algo bueno y acepta, y es bien, y es solo para el musulmán. Los signos de la satisfacción: el total sometimiento a Allah, dejar el mandato a Allah y aceptar lo que Allah decreta por ti, no interceptar los decretos de Allah, dejar de contemplar lo que no te pertenece y entristecer por el pasado, soportar el daño y esperar la recompensa de Allah sin quejas,
y al final el agradecimiento, que es el rango más alto de los profetas. Alhamdulillah Rabbil Alamin.